يا مساء الفل. قصة جديدة من أصل الحدوتة. حدوتة النهاردة عن 740 طفل بولندي لفوا الدنيا في أغرب رحلة هروب في التاريخ. الحكاية بدأت في الحرب العالمية التانية، لما الاتحاد السوفيتي أخذ العائلات البولندية دي غصب عنهم وشحنهم على معسكرات سيبيريا في عز التلج والجوع. العيال هناك شافت الويل واتشردوا بعد ما أهاليهم ماتوا، وبعد لفة طويلة وهروب يهد الحيل وصل الأطفال دول لإيران وعاشوا في مخيمات، بس الدنيا ضاقت بيهم وما بقاش ليهم حتة تلمهم. هنا بقى ظهر رئيس وزراء نيوزيلندا بيتر فريزر، وكان راجل شهم، فتح لهم بلده واستقبل حوالي 733 طفل ومعاهم 100 مشرف وممرضة عشان يلحقهم من الموت. وفي سنة 1944 ركبوا سفينة كبيرة ووصلوا نيوزيلندا وعاشوا في مخيم هادي وجميل، وبدأت ضحكتهم تترد ليهم من تاني بعد عذاب طويل. المأساة إن الحرب لما خلصت معرفوش يرجعوا بلدهم بولندا عشان السوفييت سيطروا عليها بالكامل، فقرروا يكملوا حياتهم في نيوزيلندا اللي فتحت لهم قلبها. العيال كبرت وبقوا دكاترة ومهندسين ومدرسين يشار إليهم بالبنان، وقصتهم بقت ملهمة لدرجة إنهم عملوا عنها فيلم وثائقي عشان العالم يفضل فاكر رحلة العزيمة والأمل دي. دي أصل الحدوتة. سلام يا جامد.